السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحلقة مكملة للحلقة بتاعت النهاردة اللي أنا عملتها بالنهار عشان كنت مستني شوية أخبار وتأكيدات، وعشان في حاجات بصراحة لازم أعدلها في الفيديو الأولاني. هي حاجات مش غلط قلناها، إنما تعديل بسيط. الحلقة المكملة اللي هقولها دلوقتي هنناقش فيها هل خطأ تطبيق بروتوكول الفار مباراة الزمالك والداخلية يتطلب إعادة المباراة؟ دي أول نقطة هنتكلم فيها. تاني نقطة، ماذا يدور في منطقة بني سويف لكرة القدم وخاصة حكام بني سويف. هنلقي نظرة سريعة كده على أطقم تحكيم مباريات الدوري الممتاز النهاردة، سواء الكابتن محمد يوسف والكابتن صبحي العمراوي وأحمد ناصر. هناخد أول حاجة النهاردة، هنخش عشان ما نطولش الحلقة. ماذا حدث داخل غرفة الفار؟ تكملة لحلقة الصبح. احنا قلنا ان يعني في ناس كلمتنا قالت لي لا ده قال له تعالى شوفها، لا الحوار بالظبط زي ما انا قلت، بس فيه شوية تعديلات بسيطة. بعد الهدف لما دخل، اول حاجة عرفنا ان المساعد، انا قلت الصبح كان مفترض ان محمد محمود لطفي قال لك انا رافع تسلل على اساس انها تأثير امباكت. فعلا احنا ما قلناش الصبح كده، ولكن محمد محمود لطفي لما رفع رايته قال تأثير، اللعبة فيها تأثير، اللعبة امباكت فيها تأثير، وبالتالي محمد محمود لطفي، وانا قلت لكم ده من الحكام المتميزين جدا كده، محمد محمود لطفي طلع بره القصة خالص. وعلى الرغم ان هو كان من المفترض كنت يعني زي بلغة كنت زنيت يا كابتن، يعني لازم ممكن الحكم يكون عنده قله تركيز، يعني مش مركز في تطبيق بروتوكول الفار. انت كخبرات كبيره يا كابتن محمد محمود لطفي كنت صممت قلت له لا يا كابتن محمود خد بالك دي تاثير لازم تطلع انت تشوفها. انما هو عمل المطلوب منه، قال لك لما رفع رايته قال له امباكت، تاثير تاثير تاثير. يعني طبعا في كلهم مع بعض عاملين كوميونيكيشن مع بعض، متصلين ببعض، فبالتالي من المفترض ان الحكم المفروض حكم الساحه يسمع المساعد رفع وقال ايه. طبعا الكابتن الصباحي كلم محمود ناجي وقال له انا عندي احتماليه هدف يا كابتن محمود ناجي، انا عندي احتماليه هدف، تعالى شوفها، عندي احتماليه هدف تعالى شوفها. تمام. كابتن محمود ناجي طبعا قال له مش هدف صحيح، قال له انا شفتها مش تسلل وهدف صحيح. قال له لا خلاص طالما انت شايفها هدف صحيح انا خلاص مش هاجي. هنا انا مش ببرأ هي بصوا يا جماعه، هي مش متعمده، نقول لي مش متعمده ومش مقصوده، هي قله تركيز. وده مش معنى كده ان احنا بنشيل الغلط، لا، الطاقم اخطأ في تطبيق بروتوكول الفار. طيب المفترض ان الحوار يدور كالتالي: كابتن محمود ناجي الهدف من تأثير، احتمالية هدف، كابتن محمود انا عندي احتمالية هدف لازم تيجي تشوفها. بيقول له كده احتمالية هدف بوثيق بالمراجعة الميدانية. يعني كابتن صباح اللي قاعد على الفار بيكلم كابتن محمود ناجي، بيقول له يا كابتن محمود ناجي عندي احتماليه هدف من تاثير بوثيق بالمراجعه الميدانيه، يعني بالمراجعه الميدانيه، يعني لازم تيجي انت تشوفها بنفسك عشان انت تاخد القرار. تمام. طبعا لما هو يقول له لا انا مش هاجي اشوفها، انت بتقول هدف صحيح، فهو قال له هدف صحيح، لا انا مش جاي اشوف. ما ينفعش، كان لازم محمد الصباح يقول له لا يا كابتن لازم تيجي تشوفها بنفسك عشان تشوف هل فيها تأثير ولا لا، لان القرار انت اللي هتاخده. يبقى الصباحي كان مفترض اللي هو يلح عليه ويقول له لا يا كابتن محمود ناجي لازم تيجي انت تشوفها بنفسك، لان الكوره تأثير ولازم انت تاخد القرار بنفسك. تمام. ده الحوار اللي تم، وده اللي المفروض يتم اكتر، اللي هو الصباحي كان يقول له لا يا كابتن لازم اوصيك المراجعه الميدانيه ولازم تيجي تشوفها بنفسك عشان دي احتماليه هدف من تاثير ولازم انت تيجي تاخد القرار. نرجع بقى للايفار. احنا قلنا الصبح الايفار، ناس قالوا الايفار لا، الايفار مساعد للفار. الايفار
مساعد الفار. ودلوقتي احنا في الموسم ده بقى الايه فار بيبقى حكم مساعد. محمود عبد السميع من الحكام، كانوا من الحكام اللي بيديروا مباريات كتير في الدوري الممتاز، يعني عنده خبرات كبيره، فهو مساعد للفار. يعني حتى لو في قرار الفار بيستشيره، بيقول له يا كابتن ايه رايك في اللعبه دي، ركله جزاء ولا مش ركله جزاء، بيدي له رايه استشاري، انما القرار النهائي بتاع ايه؟ الفار. فانا عشان كده بقول ان محمود عبد السميع كان المفروض كان لح او كان ادى رايه، الله اعلم بقى ادى رايه ولا لا، بس ما جالناش خبر، ادى رايه لمحمد الصباحي، كان يقول له يا كابتن محمد صباحي على فكره دي تاثير، ولازم محمود ناجي يطلع بره وياخد يعمل مراجعه ميدانيه عشان ياخد القرار. ولكن اللي جالنا ان هو محمود عبد السميع محمود عبد السميع ما تدخلش، لان من وظائف الفار احنا قلنا هو الفار هو مساعد للفار ورايه استشاره، بياخد رايه في كل حاجه. في التسلل يعني مثلا كره تسلل بيساعده، بيقول له يعني مثلا اللي بيحط النقط الفار، بس بمساعده الفار يقول له لا تعالى كده شويه، لا سنه فوق، لا سنه تحت، لا سنه هات على الكتف ان هو لا انزل، بيقول له بيستشيره خاصه في التسلل. ولكن زي ما قلنا برضو القرار النهائي في الفار. طبعا احتساب الوقت بدل الضايع من مهمه الفار. ثانيا مراجعه التبديلات مع الحكم الرابع عشان ما يبقاش فيها لغط، دي برضو من وظائف الفار. من وظائف الفار كمان هنفترض ان في احتماليه ركله جزاء، فطبعا القاعد على الفار بيسيب الشاشه وبيراجع، بيعمل تشيك على اذا كان في ركله جزاء ولا لا. مين اللي بيقوم بمهام الفار؟ الفار. اذا الفار عند قيام الفار بمراجعه لعبه احتماليه ركله جزاء او احتماليه حاجه معينه، بينتقل دوره من الفار للفار لحد لما الفار يخلص مراجعه عشان يقدر يبلغ بيها الحكم. ده الكواليس اللي حصلت في غرفه الفار، وده في الاخر لا يتطلب اعاده المباراه لانه خطا بشري، لان احنا ممكن نلعب من غير فار وتحصل اخطاء كارثيه وتحصل حاجات كتيره قوي قوي، ورغم ذلك المباراه ما يبقاش فيها اعاده للمباراه اكنه ما بنلعب من غير فار. اذا خطا في تطبيق بروتوكول الفار لا يتطلب اعاده المباراه، عشان الناس بتقول لك اعاده المباراه، ولكن يدخل تحت بند الاخطاء البشريه، لان كده كده اللي بيدير الفار بني ادم عادي، فدي يعتبر من الاخطاء البشريه لا تستوجب، يعني مش خطا اداري، مش مثلا طرد واللعيب نزل كمل، فده خطا بشري لا يتطلب يعني الخطا ده لا يتطلب اعاده مباراه الزمالك والداخليه. هنيجي بعد كده ماذا يحدث في منطقه بني سويف. منطقه بني سويف حكام بني سويف كلهم طبعا كابتن حمدي سعد القامه الكبيره كان مقدم استقالته من قيمه اسبوعين وقدمها امبارح بصفه رسميه، فطبعا حكام بني سويف كابتن حمدي سعد قيمه كبيره واخ كبير، وطبعا كان بيحارب عشان يجيب حقوق حكام بني سويف وحكام مصر جميعا. ده اللي بنناشد بيه رؤساء اللجان الفرعيه، الحكام دي امانه في رقبتكم، لازم تجيبوا لهم حقوقهم. كل حكم طموحه مشروع اللي هو يلعب في اقصى حاجه. طبعا حكام بني سويف فيهم حكام كتير قوي تستحق يعني تستحق انها تاخد رخص ملعب ورخص فار فار، ولكن لا حياه لمن تنادي. فطبعا حكام بني سويف كلهم لما الكابتن حمدي سعد قدم استقالته بصفه رسميه كلهم كتبوا مذكره وبعتوها للاتحاد، ومعانا مذكره هنشوفها على الشاشه ان هم اهي المذكره معانا اهي، كلهم بيقولوا بمختلف درجات الحكام اولى وثانيه وثالثه لن ندير اي مباراه تابعه للاتحاد المصري لكره القدم لحين عدول الكابتن حمدي سعد عن استقالته. وطبعا الكابتن حمدي سعد راجل طبعا له باع كبير وله كلمه، والراجل بيدور على حقوق حكامه مش بيدور على نفسه، وده اللي كنا قلنا بيه، بدل ما اجيب خبير اجنبي ومساعد بتاعه اللي هو جاك واديهم 1.5 مليون جنيه في الشهر، ال1.5 مليون دول انا عندي 25 لجنه لازم اعمل لهم مرتبات، كل لجنه تاخد لها مش اقل من 20,000 جنيه توزع على الاربع افراد او الثلاث افراد او الخمس افراد ايا كان، ياخدوا مرتبات وياخدوا حاجات برضو زي شتو وزي صيف زي اللجنه الرئيسيه. انا اوفر 1.5 مليون وبكده يبقى انا بطور التحكيم وفي نفس الوقت بدخل حته احتراف في التحكيم، وبالتالي الحكام رؤساء اللجان الفرعيه بيتعبوا زيهم زي اللجنه الرئيسيه، فبالتالي لازم يتعاملوا مع نفس المعامله زي اللجنه الرئيسيه، اذا كان دول بياخدوا مرتبات او ياخدوا مكافآت فمن حقهم كده. فطبعا الحكام بني سويف قال لك احنا مش هنحكم اي مباراه تابعه للاتحاد المصري لحين عدول الكابتن حمدي سعد،
وانا يعني طبعا ما كنتش حابب الامور توصل للطريق المسدود دوت، ولكن من حقهم حكام بني سويف لهم طموح مشروع لهم، خاصه ان هم زي ما قلت لكم انا الحكام مصر كلها بتعمل اختبار البدني نفس الاختبار البدني، الاختبار الطبي نفس الاختبار الطبي بتاع الدوليين، كل نفس الاختبارات، المعسكرات، كل حاجه بيعملوها زي الحكام اللي بيلعبوا كل يومين او كل 48 ساعه، يعمل له في الموسم مش اقل من 150 200 الف جنيه، والحكم التاني اللي عامل نفس الاجراءات يعمل له 7 8000 جنيه في السنه. فطبعا امر غير مقبول. فبالتالي حكام بني سويف كلهم امتنعوا عن اداره اي مباراه تبع الاتحاد المصري لحين عدول الكابتن حمدي سعد عن استقالته وتحقيق ما يريد من اللجنه الرئيسيه اللي هو طلبات الحكام المشروعه، مش حكام بني سويف مصر، بني سويف بس، لا مصر كلها. طبعا احنا قلنا الصبح ان الكابتن توفيق السيد بدات تبان شويه حاجات كده اللي هو ان هو يبقى له دور في اللجنه. النهارده شفنا احمد ناصر اول مباراه ليه في الدوري الممتاز، كان ادار العام الماضي مباراه في الرابطه. ادي شفنا احمد ناصر اهو، ده اللي احنا بنقوله يا جماعه، دي نتاج معسكرات الواعدين والمتميزين. احمد ناصر المباراه كانت صعبه جدا جدا، مش عشان من السويس، انا كل الناس اللي خدت راي ناس كتير عمل مباراه ولا اروع. دي اول مباراه ليه في الدوري الممتاز، بنتمنى له التوفيق. ادار المباراه بكفاءه. بقول للجنه الحكام ادي هي الحكام، هي اللي احنا بنقول عليها، ادفعوا وخفوا الضغط مع حكامنا الدوليين عشان خاطر يبقى نوسع القاعده. ادار المباراه بكفاءة وكان متميز وتحركاته كلها كويسة ولياقته البدنية عالية وقراراته كلها، والرغم ان المباراة كانت سريعة وكانت صعبة جدا. محمد يوسف برضو من الحكام المتميزين المخضرمين، ادار المباراة بكفاءة. صبحي العمراوي، ادي اهو 3 حكام مش حكام دوليين ودرجة اولى عادية ونجحوا المباريات. ادي الثقة للناس وشغل الناس وادي الناس، هتنجح ان شاء الله. فدي انا بقول دي بداية تدخل، يعني شميت ان كابتن توفيق السيد هيبدا يحط له بصمه. بس اللي احنا سمعناه ان مارك معاند برضو ان في حكام كتيره قوي كانت محطوطه في الاسبوع ال 13 اللي هو هيتلعب يوم الاربعاء والخميس والجمعه، وفي حكام كانت محطوطه في الاسبوع ال 12 اتشالت كلها. يعني انا اسمع الاسبوع اللي هو يوم الاربعاء والخميس والجمعه الاسبوع ال 13، يعني عايز اقول 90% من الحكام اللي كان حاططها كابتن توفيق السيد مارك شالها له كلها. انا ما اعرفش ليه. انا بتوقع، انا بقول للكابتن توفيق السيد اصبر وكمل، وانا عارف ان انت بتحب الكيان وانا عارف ان انت عاوز تحقق العداله، ما تستعجلش واصبر واديله فرصه اسبوع كمان او اسبوعين. انما لو لقيت نفسك ان الراجل دوت مهمشك او مالكش دور، قول له السلام عليكم، ديرها انت واعمل زي ما انت عاوز. فانا حبيت ان انا القي نظره على اطقم تحكيم النهارده كان نجاح للثلاث حكام اللي قلت لهم، والكابتن برضه ابراهيم نور الدين، بس انا مش بتفرجش على الماتش بصراحه، بس ما فيش اي كلام عليه. انما انا بقول ادي محمد يوسف وادي صبحي العمراوي وادي احمد ناصر الوجه الجديد، اداروا المباراه بكفاءه رغم سخونه الدوري المصري. وده اللي انا بقول عليه للجنه الرئيسيه، وسع القاعده ويدي حكام وخف الضغوط من على الحكام الدوليين. وبناشد برضه وبقول عندنا حكام هتقدر تسندك زي محمد العتباني وهشام الفلال واحمد جمال واحمد حمدي واسامه اسماعيل وجلال احمد وصبري ابراهيم. في حكام كتير قوي عندنا، طبعا نادر امر الدوله، عندنا وليد عبد الرازق. ادوا الناس ديت وشغلوا الناس دي عشان الجمهور يحس ان احنا عندنا حكام كتير، مش 7 8 حكام هم اللي بيلعبوا كل يوم. دي كانت تكمله لحلقه النهارده من سفاره العميد. فضلا منكم وليس امرا مني الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد من سفاره العميد. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.